بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. طبعا استمرارا للاحداث الاخيره في مباراه النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني اللي اتلعبت على ملعب الجوهره الزرقاء بالسودان، والتجاوزات الكبيره والخطيره اللي حصلت مع لعيبه النادي الاهلي ورئيس وفد النادي الاهلي والبعثه المصريه كلها اللي كانت متواجده في الملعب. النادي الاهلي اليوم تقدم بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي كاف بيشكو منها نادي الهلال السوداني لما جرى ما قبل واثناء وبعد مباراه الاهلي والهلال السوداني. طيب، تفصيل الشكوى للنادي الاهلي كانت بدأ ازاي؟ النادي الاهلي في البدايه وبدايه الشكوى اتكلم النادي الاهلي. اول حاجه قال ان في المران الرئيسي على ملعب الجوهرة الزرقاء تعرض لاعيبة النادي الأهلي لإطلاق بقى الألعاب النارية ويعني المضايقات. يعني النادي الأهلي في الحاجة الأولانية بيتكلم عليها إن النادي الأهلي في المران الرئيسي تعرض لمضايقات من جماهير اقتحموا الملعب وبدأوا إن هم يطلقوا بعض الألعاب النارية كده على الملعب اللي هو بيتدرب فيه النادي الأهلي. طبعا كان موجود المسؤول من الكاف او الاتحاد الافريقي وعاين الاضرار دي وسجل الكلام ده كله في التقرير بتاعه. الاهلي اتكلم كمان في ان ملعب الجوهرة الزرقاء اثناء المباراة كان في حضور جماهيري ما يزيد عن 1000 مشجع لنادي الهلال السوداني، وده طبعا كان مخالف لقرار الاتحاد الافريقي بان المباراة بدون حضور جمهور. الاهلي اتكلم ايضا بان ما تمش توفير وسائل نقل امنه للاعبين، ان بقى حجرة تغيير الملابس للنادي الاهلي يعني كانت مليئة بمياه الصرف الصحي. يعني الاهلي بيتكلم عن ان الخدمات اللي متقدمة من نادي الهلال او ملعب المباراة ما كانش على المستوى المطلوب ولا تليق باسم النادي الاهلي ولا تليق باللاعبين. يعني الاهلي لما بيتكلم عن مياه صرف صحي والكلام ده كله فانت بتتكلم عن مستوى ضعيف من الخدمات يعني في المقدمة من نادي الهلال السوداني. اثناء برضو المباراة الطاقم الطبي نزل يعالج احد لاعبي نادي الهلال السوداني، ويعني رش بنج الطبيب الفريق رش بنج على وش محمد عبد المنعم. طبعا حكم المباراه اداله كارت احمر وطرده. طبعا سلوك يعني سلوك غير رياضي تماما. الطبيب بتاع الفريق ده ما تركش ارض الملعب بل كان موجود على دكه البدلاء، وده طبعا مخالف. يعني المفروض ان اي حد بينطرد سواء لاعب او اداري او حتى طبيب للفريق فهو بيترك ارض الملعب خالص، وده ما حصلش في المباراه. طيب، بعد المباراه في فيديو كل الناس شافته تعرض علي لطفي، مجموعه كده من اداريين نادي الهلال كانوا محاوطينه وتعرض للاعتداء. النادي الاهلي ذكر ان علي لطفي وحمدي فتحي، ما شفناش لقطه حمدي فتحي ولكن الفيديو ظهر فيه علي لطفي. وذكر النادي الاهلي ايضا في شكواه بان الجماهير اللي حضرت دي بقى تجاوزت في حق رئيس وفد النادي الاهلي واعتدت كده على لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه واثناء الخروج من الممر المؤدي الى غرف الملابس. ذكر النادي الاهلي في نهايه الشكوى بان دي مش اول مره النادي الاهلي يتعرض للموضوع ده. النادي الاهلي تعرض لمضايقات قبل كده، وذكر تاريخ 1/2/2020 لما جماهير نادي الهلال اقتحمت ارض الملعب وكان هناك فوضى كبيره في المباراه، ولكن الاهلي بقى قال انا ما صعدتش في الوقت ده، لا يعني حرصا على العلاقات ما بين الانديه وبعضها. ده كان مضمون شكوى النادي الاهلي اللي اتقدمت للاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي بيطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. الحاجه بقى اللي انا عايز اتكلم عليها الاتحاد الافريقي والكابتن عصام الشوالي. هبدا بالكابتن عصام الشوالي، وهو كان معلق مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني. كابتن عصام الشوالي هو احد المعلقين الكبار في الوطن العربي، وليه جماهيريه كبيره جدا من المصريين وخاصه جماهير النادي الاهلي. كابتن عصام الشوالي اتكلم في المباراه، كان هناك انتقاد شديد منه لكولر على تاخير تغييراته. كل شويه كان بيتكلم على ان كولر متاخر في التغييرات. مش كده وبس، لا، اتكلم ايضا كتير جدا عن تغيير بيرسي تاو. كان كل شويه بيتكلم عن ان بيرسي تاو محتاج يتغير. في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع كان بيتكلم وبيقول ان دي اخر هجمه للنادي الاهلي في المباراه، على الرغم من ان الوقت الضايع وصل ل 8 دقايق ونص وقت بدل ضايع. ف يعني كان متحامل شويه على النادي الاهلي في التعليق. لم يرى
الكابتن عصام الشوالي لقطة الاعتداء على محمد عبد المنعم، وحكم المباراة طرد طبيب فريق نادي الهلال السوداني بسبب انه رش بنج على وش محمد عبد المنعم، لم يتحدث عن هذه اللقطة، ولم يتحدث عن طرد الطبيب، لم يتحدث عن ان هناك جماهير في المدرجات يسمع صوتها وهو يعلق. ما تكلمش عن حاجة زي كده، كل الناس كانت سامعة صوت الجماهير في المباراة. ما تكلمش عن حاجة زي كده، ما تكلمش عن ان كان هناك تجاوزات من الجماهير اللي حاضرة في حق النادي الاهلي. ما تكلمش عن اضاعة الوقت الرهيب من لاعبي الهلال السوداني في المباراة. كل لاعب بيقع بياخد له 3-4 دقايق، ويدخل طبيب الفريق اكتر من 5-6 مرات في المباراة. ما تكلمش عن حاجة زي كده. ما تكلمش عن ان الحكم لم يحمي لاعيبة النادي الاهلي في احد الكور الصريحة لمحمد هاني، كان فاول لمحمد هاني واعطى انذار وفاول على محمد هاني، لم يعلق تماما. فانا من وجهة نظري كنت شايف ان الكابتن عصام الشوالي في المباراة تحامل على النادي الاهلي. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها الاتحاد الافريقي الكاف، في قرار خاطئ تماما من الاتحاد الافريقي بانه يلعب مباريات نادي الهلال على ملعبه. كان لازم يتم نفس القرار، زي نادي المريخ السوداني ما بيلعبش على ملعبه، كان لازم برضو نادي الهلال ما يلعبش على ملعبه، لاسباب كتيرة جدا، منها الاسباب بقى الخاصة، الاسباب الفنية بالملاعب والسلامة واللاعبين والكلام ده، وارضية الملعب السيئة جدا اللي كان بيلعب عليها النادي الاهلي. وانا من وجهة نظري ان الكاف قبل بداية المسابقة الاندية المشاركة ان هو الاتحاد الافريقي يجبر الاندية المشاركة بتحديد ملاعبها. الحاجة التانية وحاجة كمان ان المفروض الاتحاد الافريقي بيروح يشوف الملاعب دي، والملاعب الغير صالحة للعب او لحضور جماهيري ما تدخلش البطولة من الاساس. هو بيشترط على الفريق بتوفير ملعب متوفر به جميع الشروط الصحية بقى والسلامة وارضية ملعب، سواء داخل ارضه او خارج ارضه. لو متوفرة داخل الارض خلاص يبقى الملعب ده متوفر والاتحاد الافريقي موافق عليه. الفريق ما عندوش ملعب يشوف ملعب خارج ارضه في اي دولة اخرى، وبرضه يكون متحدد هذا الملعب. والانديه الغير قادره على توفير الملاعب دي خلاص يتم استثنائها، لان بصراحه بطوله افريقيا زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده لما تبقى في دوري المجموعات ولسه بنشوف في رمي ازايز وشتائم وارضيه ملعب سيئه جدا بالمنظر ده، هتفضل بطوله دوري ابطال افريقيا ضعيفه. الاتحاد الاوروبي وفي اوروبا بيطالب الانديه بان هي تكون موفره ملعب كل الشروط والاشتراطات متوفره فيه. فالاولى ان الاتحاد الافريقي قبل بدايه المسابقه يكون متحدد الملاعب اللي هتلعب عليها، عشان ما ندخلش في قصه بقى الجماهير واعتداء الجماهير ونزول الجماهير لارضيات الملاعب والكلام اللي احنا بنشوفه في افريقيا. طيب هل الانديه اللي ما عندهاش ملاعب ما تلعبش؟ لا تلعب، لكن اكيد مش في مسابقه دوري ابطال افريقيا. مسابقه دوري ابطال افريقيا الى الان هي المسابقه رقم 1 وهي المسابقه الاهم. فعشان تنجح مسابقه دوري ابطال افريقيا وتكون قدام العالم كله مسابقه ناجحه والعائدات الماديه منها تزيد والدعايه والاعلانات والحاجات دي كلها، لازم ان الاتحاد الافريقي ياخد خطوات جاده من الموسم القادم. عشان كده من وجهه نظري شايف ان مسابقه السوبر الافريقي هتكون ناجحه، لان هيكون فيها الفرق الصفوه، هيكون فيها افضل ملاعب في البطوله، هيكون فيها افضل ملاعب في الدول الافريقيه تلعب عليها المباريات. من وجهه نظري ان هي هتبقى بطوله ناجحه لافريقيا كلها. لكن اللي بيحصل في دوري ابطال افريقيا من مستوى هزيل من الملاعب ومستوى متدني من الاخلاق الرياضيه من بعض الانديه في معامله، تشوف النادي الاهلي لما بيجي اي نادي في مصر او نادي الزمالك لما بيستقبل اي نادي افريقي في مصر، انظف فنادق، انظف ملاعب تدريب، جميع سبل الامان والراحه للفرق اللي بتيجي مصر. لكن بنشوف ان معامله بقى الانديه المصريه بتبقى مش على المستوى المطلوب في بعض الانديه خارج مصر، في بعض الانديه الافريقيه وليس كل الانديه. النادي الاهلي شفنا استقباله في المغرب، وشفنا الاستقبال الرائع للنادي الاهلي في المغرب وتوفير كافه سبل الراحه في بطوله كاس العالم للانديه. ده كان تعليق على موضوع شكوى النادي الاهلي وتعليق على الاتحاد الافريقي في هذا الشأن. بتمنى في النهايه لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه لمتابعه كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.